اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هنشرح خدعه غريبه جدا وحلوه جدا وممكن اي حد يعملها بكل سهوله. الخدعه دي يا شباب تنفع للمبتدئين في العاب الخفه والخدع السحريه بالكوتشينه. لو اول مره تتفرج عليا انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي هنزلها وما يفوتكش اي فيديو منهم، وتبقى اول واحد يتعلم الخدعه الجديده اللي هنزلها. كمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتكتب لي رايك تحت في الكومنتات وتطلب مني خدعه معينه انت عايز نشرحها في الفيديوهات اللي جايه، لان معظم الفيديوهات اللي جايه هتبقى شرح خدع انتوا هتطلبوها مني تحت في الكومنتات. من غير كلام كتير خلينا نروح نشوف الخدعه، بعدها نروح للشرح على طول مع بعض. طيب يا شباب، الخدعه بتاعت النهارده خدعه سهله جدا وبتسيب تاثير كويس جدا عند اي شخص انت هتعملها معاه. في البدايه كده خليني اوريكم ان انا معايا ظرف زي ما انتم شايفين كده، ظرف فاضي تماما ما فيهوش اي حاجه غريبه، ظرف عادي جدا زي ما انتم شايفين كده. هخليه قدامكم طول اللعبه زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده عايز الشخص اللي انا هعمل معاه الخدعه يختار اي كارت من الكوتشينه بشكل عشوائي تماما. طيب فرضا في الحاله دي هيختار الكارت ده. طيب الكارت ده هو ايه؟ هو الخمسه الدايموند. طيب الخمسه الدايموند. طيب بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده يا شباب، انا هاخد الكارت اللي الشخص اللي قدامي اختاره تمام وادخله في نص الكوتشينه بشكل عشوائي تماما. طبعا الكارت اهو خليكم فاكرينه وحافظينه. هبدا ان انا ادخله كده في نص الكوتشينه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي تمام، وهبدا ان انا افنط الكوتشينه مره تانية عشان نتاكد مع بعض ان الكارت في مكان عشوائي خالص وانا معرفش مكانه. طيب في الحاله دي يا شباب انا فنطت الكوتشينه كذا مره قدامكم. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اطلع مثلا الاربع شايبات قدامكم بالطريقه دي. طيب هنطلع الاربع شايبات مع بعض تمام. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، دوت تاني شايب والشايب ده وناقص اخر واحد بالطريقه دي. طيب زي ما انتم شايفين كده انا طلعت الاربع شايبات قدامكم تمام، وهبدا ان انا يعني نبدا ان احنا ننزلهم مع بعض واحده واحده وهنعرف دلوقتي ليه. طيب ادي اول شايب وادي تاني شايب وادي تالت شايب وادي رابع شايب زي ما انتم شايفين كده يا شباب. طيب هبدا ان انا دلوقتي الاربع شايبات هم اول اربع كروت معايا في الكوتشينه. هبدا ان انا اخد اول كارت منهم واحطه كده جوه الظرف زي ما انتم شايفين كده يا شباب تمام. وهبدا اخد تاني شايب احطه كده وتالت شايب احطه كده واخر شايب احطه كده بالطريقه دي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ طبعا انا كده حاطط الاربع شايبات قدامكم زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده يا شباب انا عايز يعني اتحكم في الشايب اللي جوه الظرف ده واخده من غير ما تاخدوا بالكم. طب في الحاله دي انا هعمل كده ازاي؟ انا بمنتهى البساطه يا شباب، انا اول كارت معايا هو الثلاثه الشجر. انا هاخد الثلاثه الشجر دي مجرد بس ما ههزها كده مره واثنين وثلاثه هتتحول وتبقى الشايب. طيب يا شباب ادي كده اول حاجه في الخدعه. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ خلينا نتاكد مع بعض. انا معايا شايب ومعايا الشايب التاني ومعايا الشايب الاخير، ادي كده معايا الاربع شايبات. امال الكارت اللي جوه الظرف ده ايه؟ بمنتهى البساطه يا شباب انا هسالكم ايه الكارت اللي انتوا اخترتوه من بدايه اللعبه، هتقولوا لي الخمسه الدايموند. مجرد ما هعمل كده هلاقي الكارت اللي جوه الظرف بقى الخمسه الدايموند اللي انتوا اخترتوها من اول اللعبه. خدعه قويه جدا وسهله جدا وممكن اي حد يتعلمها بكل سهوله. لو الخدعه دي عجباك لحد دلوقتي ما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد هنزله، وتابع معايا شرح الخدعه دلوقتي حالا. طيب يا شباب شرح الخدعه دي في منتهى السهوله وممكن اي حد يقدر يعملها بكل سهوله يا شباب. انا في البدايه مش محتاج اي حاجه خالص. انا هاخد مثلا الخمسه دي احطها كده في الكوتشينه تمام، وممكن اجهز الاربع شايبات دول من بدايه اللعبه واخليهم كده قدامي من بدايه اللعبه عادي جدا. وهجيب ظرف ما فيهوش اي حاجه، ظرف فاضي خالص زي ما انتم شايفين كده، وهحطه كده مع الشايبات دي من بدايه اللعبه كده زي ما انتم شايفين. وهروح للشخص اللي انا هعمل معاه الخدعه تمام وهخليه يختار اي كارت هو عايزه. طيب فرضا في الحاله دي هو هيختار الخمسه الدايموند اللي احنا اخترناها برده في الفيديو، مفيش اي مشكله. بعد ما يختار الكارت وهو بيشوفه انا هعمل بريك في نص الكوتشينه يا شباب زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا ادخل الخمسه الدايموند دي في عند البريك. بس هوهمه الاول ان انا هزق كده مره اتنين عشان اوهمه من قدام ان انا بدخل الكارت في مكان عشوائي. بعد كده هدخله عند البريك اللي انا واخده بالطريقه دي وهبدا اعدل الكوتشينه
بعد كده انا عايز اتحكم في الكارت ده ان هو يبقى اول كارت فوق في الكوتشينه. هعمل كده ازاي؟ بمنتهى السهوله يا شباب. هاجي اقسم الكوتشينه كذا مره بالطريقه دي، تمام، وبالطريقه دي انا اتحكمت في الخمسه ان هي اول كارت فوق. هو طبعا ما يعرفش الكلام ده. بعد ما هعمل كده هاخد دبل ليفت تحت اول كارت، هاخد دبل ليفت تحت اول كارت، ان انا هحط بريك كده بصباعي الصغير يا شباب، وهفضل حاطه تحت اول كارت. بعد كده هاخد الاربع شايبات دول، تمام، واحطهم زي ما هم كده فوق البريك اللي انا واخده، تمام. كده اصبح الاربع شايبات والكارت اللي هو اختاره الخمسه، وانا واخد بريك تحتهم زي ما انتم شايفين كده تحت الخمس كروت كلهم. بعد كده همسك الخمس كروت كلهم، تمام، وابدا انزلهم واحد واحد. هقول له انا معايا اول شايب، ومعايا تاني شايب، ومعايا تالت شايب. طبعا هاجي عند اخر واحد مش هقلبه، لان طبعا هو في ظهره الكارت اللي هو اختاره اللي هو الخمسه الدايموند. لا، انا هاجي عند اخر شايب وهحطه زي ما هو كده. بعد ما هحطه هبدا اقلب اول كارت بس، اول كارت بس اقلبه كده. بعد كده وانا بتكلم معاه وبقول له انا هوري لك حركه دلوقتي قويه جدا وبتاع، هعمل حاجه في الكوتشينه سهله جدا. انا بكلمه هبدا العب في اول كروت كده، وهاخد تاني كارت ابدا ابدله مع اول كارت. بعد كده اخده واقول له انا هحط الشايبات دي قدامك كده. طبعا في الحاله دي انا خدت الكارت اللي هو اختاره بطريقه خبيثه، هو مش واخد باله منها، اللي هو الخمسه الدايموند. طبعا بعد ما اخد الكارت ده هبدا ان انا، هو فاكر ان هو شايب، انا مش هوريه له طبعا، انا بس بفهمكم انتوا في الفيديو. هاخد الكارت ده واحطه كده جوه الظرف، وهوهمه ان ده شايب. هقول له انا هحط اول شايب كده، وهاخد تاني شايب احطه كده، وتالت شايب كده، ورابع شايب كده. طبعا في الحاله دي انا ناقص معايا شايب اللي هو ده، او الكارت فوق في الكوتشين. طيب انا بعد كده هعمل ايه؟ هو فاكر ان الاربع شايبات هنا. طيب انا هاجي وانا بكلمه هقول له انا هعمل حركه غريبه جدا. هاخد دبل ليفت تحت اول كارتين، تمام، وهوريهم له على اساس ان هم كارت واحد، ان هم مثلا 9. هقول له انا هاخد التسعه دي، طبعا انا واخد دبل ليفت يا شباب. طيب هقول له انا هاخد التسعه دي، تمام، وهقلبها كده طبعا، وباخد بعدها بقى الشايب عادي، بس مش بوري له حاجه زي كده. ومجرد ما ههزها كده انا هاخد الشايب اللي جوه الظرف وهيبقى معايا ادي الشايب، وهوري له باقي الثلاث كروت دول من غير ما اجي عند الكارت اللي جوه الظرف يا شباب. هقول له ومعايا الشايب الثاني، الشايب الثالث، الشايب الرابع اهو، والشايب اللي معايا ده. بعد كده هقول له امال الكارت اللي جوه الظرف ده ايه؟ هساله ايه الكارت اللي انت اخترته؟ هيقول لي 5 دايموند مثلا. هعمل اي حركه سحريه بالطريقه دي، وهبدا ان انا امشي ايدي كده واقول له لو قلبت الكارت اللي جوه الظرف هيبقى الخمسه دايموند اللي انت اخترتها من بدايه اللعبه. طبعا خدعه قويه جدا وبتسيب تاثير قوي جدا عند اي شخص انت هتعملها معاه. لو الخدعه دي عجبتك انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتكتب لي رايك في الكومنتات، وتطلب مني خدعه انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش تبقى اول شخص يشوف الفيديوهات اللي انا هنزلها الفتره الجايه. شكرا على المشاهده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.